الإيد اللي معانا دي محيراكوا كلكم. بصوا بقى نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيد دي أنا هقسمها اتنين. تمام. مش هقول لكم مقاسات طبعا، لأن طبعا المقاسات مختلفة جدا، بس أنا هقول لكم هنقسمها ازاي وهنشتغل عليها ازاي. أول حاجة هنشتغل عليه اللي هو طول الإيد ده، هناخد طول الإيد وبعدين هناخد الدوران. القطعة اللي قدامي دي هيبقى طول ودوران الإيدين، ده مقاس. تاني حاجة هناخدها وهي المقاس ده. ولو وصلتي معايا لحد هنا يبقى حطي لايك وشيري الفيديو وخلي غيرك يستفيد ونكمل شرح. بصوا برضو دي هناخدها دوران. بصوا هي المفروض ده دوران، يبقى هناخد طولها والدوران بتاعها. تمام. انا كده عندي قطعتين، قطعة لأول الإيد وقطعة لآخر الإيد اللي هي في الظهر، دي آخر الإيد. تمام. برضو أنا هوضحها لكم تاني. هجيب القطعة الأولانية اللي في أول الإيد. تمام. بص احنا بنطبق الدورانات على طول، دوران الإيد هو اللي بيتطبق. حتى الإيد التانية اللي هي في الظهر برضو بنطبقها، بيبقى كده الشكل. يبقى الاتنين بيتخيطوا في بعض زي ما احنا شايفين كده. يبقى الايد اللي في الظهر زي ما احنا شايفين والايد اللي من قدام كده. تمام. ها هنشتغل مع بعض بقى، نشتغل على المكنة. تمام. بس قبل ما نشتغل على المكنة هوضح لكم حاجة مهمة جدا. الايد اللي هي في الاول، تمام، بنطبقها زي ما احنا شايفين كده، بنخيط من هنا. تمام. وبنيجي هنا نعمل فرط. تمام. الفرط ده بيفيدنا جدا في التقفيلات. هعمل كله بالطريقة دي. نبدأ بسم الله الشغل على المكنة. طبعا هنطبق الدوران زي ما احنا شايفين وانا عاملة فرط. هنيجي الناحية التانية. تمام. هنساوي القماش ونظبط كل حاجة. البورصل دايما قصوه يا جماعة بالطريقة دي. هنقفل بالخياطة. تمام. وبعدين هنعمل حرف التي. انا كده قفلت بالخياطة وعملت حرف التي كده. تمام. هنيجي عند الفرط. هوريكوا الفرط مسؤول عن ايه دلوقتي. يعني جبت القطعة التانية. تمام. وهنحطها على بعض وهنخيط لحد الفرط. وهنطلع من المكنة نيجي في الطرف التاني. تمام. الطرف التاني وهنخيط برضو لحد الفرط. بقى كده انا خدت الدوران بتاع الايد اللي جو اللي عند الظهر. تمام. وخيطتها في الايد اللي قدام. تمام. عملت في الفرن. هيتبقى معانا في الايد اللي في الظهر زي ما احنا شايفين باقي القماش ده، وهو بيكون طول الطول الباقي من الايدين، وابتدي نقفله ونعمل حرف التي. يا رب تكونوا فهمتوا الحتة دي. يبقى احنا كده عندنا ادي الايد. تمام. وهنعمل دي فرط كمان. كده انا خلصتها. هنبص زي ما احنا شايفين كده اهو. دي الايد طول الشلتة، والباقي هنكمله. هنعمل واحدة كمان زي ما احنا شايفين. انا بعمل 2 ايد علشان هقفل الكنبة. هنقفل الدوران
زي ما عملنا في الأول هنعمل في دي كمان. عند الفورت هنسيبه والجنب التاني هنقفله. تمام، ونعمل حرف التي. كده انا خلاص هجيب بقى الايد اللي هي عند الظهر، بقية الايد اللي عند الظهر. تمام. الدوران هنشتغل على الدوران، هنقفل من الدوران. هنحط الايد زي ما احنا شايفين كده. تمام. وهنقفل لحد الفرط، الوش على الوش. هنقفل لحد الفرط ونطلع من المكنة زي ما احنا شايفين كده، ونجيب الطرف التاني. تمام، من بقية الدوران هنجيب الطرف التاني وهنقفل برضو من الطرف التاني نفس اللي احنا عملناه لحد الفرط. تمام، وهيتبقى معانا ده لبقية الايدين، والفرق اللي قدامنا ده هو الطول اللي احنا شايفينه ده. لو زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل حرف التي في القطعتين، يعني في القطعة اللي قدام بعمل حرف تي، وفي القطعة اللي هي بتبقى في الظهر برضو بعمل حرف التي. تمام. كده زي ما انتوا شايفين انا مقفلاها. تمام. نظبطها واقول لكم لما بنيجي نقفل بنقفل في القطعة التانية. يعني بصوا التقفيل بيبقى هنا. تمام، في القطعة اللي في الظهر يبقى القطعة الصغيرة اهي، ودي القطعة الأكبر هي اللي هنقفل فيها. هنقفل مع بعض على الكنبة. أنا الكنبة دي قصيتها ازاي؟ قصيت طول الكنبة. تمام. في عرض القماش، يعني خدت من طول القماش طول الكنبة. أنا مش هقول لكم المقاس، حسب الكنبة اللي قصادكم هي اللي بتحدد المقاس. يبقى أنا قصيت طول الكنبة في عرض القماش، وأخدت حتة قماشة حوالي 50 سنتي هحطها في الظهر. تمام. ليه؟ لأن عندي الظهر عالي والدوران بتاع عرض القماش هيبقى صغير، فأنا عشان كده بحط واصلة في الظهر. هنبدأ بقى نقفل الأيادي. تمام. أنا طبعا هعملها كورنيش. بصوا، أنا زي ما وضحت لكم إن أنا طبعا أنا محتارة محتارة فيها. أول ماسكة بتبقي محتارة في الإيد هتعمليها إزاي.
فدي هي دي الإيد اللي قدّام، تمام، وهنشتغل هنقفّلها زي ما إحنا شايفين كده، تقفيل عادي خالص. هتاخدي الدوران في الشلتة بتاعة الإيد، والدوران عادي زي ما هو، زي ما يكون بنعمل كتف مش إيد. أنا كده عملت أول إيد، تمام. هاخد الإيد التانية، تمام. أنا باحب أحدد مكان الإيد، بداية الإيد واشتغل على التانية، تمام. زي ما احنا شايفين. طبعا هي أول ما بتمسكيها بتلخبطك، بس لازم تركزوا. خلاص، دي الإيد اللي هي من الظهر، تمام، ودي الإيد اللي هي قدام. خلاص، هناخدها في الشلتة، نبدأ في الشلتة اهو زي ما احنا شايفين. هنبدأ من هنا، ودي الشلتة. خلاص، والباقي الدوران بتاع الإيد. وكده انا هخلص معاكم الإيد دي، وكده يبقى الكنبة بتاعتنا خلصت. وبنتظر منكم لايك وشير وسبسكرايب، علشان كل اللي نفسها تتعلم حاجة من بيتها تستفيد معانا ان شاء الله. وما تنسونيش دايما في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.